فانوس رمضان، حكاية جيل وذكريات ما بتخلصش. من فانوس أبو شمعة لفانوس بيرقص ويغني، حكاية رمضان بين جيلين. زمان لما كان رمضان يقرب، أول حاجة كنا نستناها هي فانوس أبو شمعة. فانوس صاج بسيط نحط فيه شمعة صغيرة ونلف بيه في الشارع وإحنا بنغني وحوي يا وحوي. كان ليه ريحة خاصة وصوت خفيف وهو بيخبط في بعضه، وكان فرحته طالعة من القلب، مش محتاج بطارية ولا أغاني مسجلة، مجرد شمعة ونور دافي ولمة صحاب. الفوانيس زمان كانت بسيطة، ألوانها هادية وتصميمها تقليدي، بس قيمتها كانت كبيرة. كان الطفل يحس إنه ماسك حاجة ليها روح ويحافظ عليها طول الشهر. وأشهرهم طبعاً أبو شمعة، اللي كان نجم الجيل الماضي، رمز للبراعة وأيام زمان الحلوة. إنما دلوقتي الدنيا اتغيرت خالص، بقى عندنا فوانيس بتنور لد وبتغني أحدث الأغاني وبتتحرك وترقص، وكمان في فوانيس على شكل شخصيات كرتونية وألعاب كاملة واخدة شكل فانوس. في فوانيس بتطلع موسيقى، وفوانيس بتلف حوالين نفسها، وحاجات تانية كتير خلت الفانوس أقرب للعبة إلكترونية أكتر منه رمز رمضاني تقليدي. الجيل الجديد طبعاً بيميل للحاجات دي، بيحب الحركة والصوت العالي والألوان الملفتة. التكنولوجيا بقت جزء من حياتهم، فطبيعي ينجذبوا للفوانيس اللي فيها إبهار وأفكار مختلفة. لكن رغم كل التطوير ده، لسه في ناس كتير بتحن الفانوس زمان، يمكن عشان كان بسيط، يمكن عشان كان بيجمعنا، أو يمكن عشان كان ليه طعم تاني، طعم الذكريات. في الآخر، سواء فانوس أبو شمعة أو فانوس بيغني وبيتحرك، المهم إن فرحة رمضان تفضل منورة في قلوبنا زي نور الفانوس بالظبط. بماذا تفضل؟ دلوقتي فانوس زمان ولا فانوس دلوقتي؟ ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا كل يوم.